تخيل معايا السيناريو ده، الساعة 8 الصبح مدير الإنتاج اتصل بيك وقال لك خط الإنتاج وقف، والسبب مادة خام واحدة، مورد واحد، واتأخر في التوريد. المصنع كله واقف، وكل دقيقة بتعدي الشركة بتخسر فيها فلوس. هل المشكلة كانت إن المورد وحش، ولا المشكلة إننا من البداية اخترنا المورد الغلط؟ ناس كتير فاكرة إن البروكيورمنت أو المشتريات يعني نجيب أقل سعر، لكن الحقيقة إن اختيار المورد من أخطر القرارات اللي أي شركة بتاخدها، لأنه ببساطة ممكن يوفر ملايين أو يكلف الشركة ملايين. في الفيديو ده هتمشي معايا خطوة بخطوة، من أول ما الشركة تكتشف إنها محتاجة مورد جديد لحد أول مرحلة من رحلة اختيار المورد. في كل شركه ناجحه في سبلاي تشين قوي، وفي كل سبلاي تشين قوي في بريكيورمنت بيبني النجاح من البدايه. انا خالد رمضان، ودي سبلاي تشين بالعربي. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من سبلاي تشين بالعربي. لو دي اول مره تشوف القناه فانا خالد رمضان، وبشارك معاكم خبره اكتر من 10 سنين في مجال البريكيورمنت والسبلاي تشين جوه قطاع التصنيع او في المانيفاكتشرنج. الهدف من السلسله دي اننا نتعلم ازاي الشركات العالميه بتشتغل، مش مجرد اننا نحفظ تعريفات او مصطلحات. انا عايز بعد كل فيديو او بعد كل حلقه تحس انك تقدر تطبق اللي اتعلمته هنا في شغلك من تاني يوم. وعشان كده خلينا نبدا باول خطوه واهم خطوه في العمليه كلها. اول خطوه هي identify the need، بمعنى ان احنا بنعرف الاحتياج او بنشوف الشركه محتاجه ايه بالظبط. قبل ما البروكيورمنت او المشتريات بيدور على اي سبلاير او مورد، في سؤال بسيط لكن للاسف ناس كتير بتعديه بسرعه. السؤال هو احنا محتاجين سبلاير جديد ليه اصلا؟ اسال نفسك كده، هل كل مره الشركه بتشتري فيها حاجه يبقى لازم نجيب مورد جديد؟ الاجابه لا طبعا، وده واحد من اكبر المفاهيم الغلط عند الناس اللي لسه داخله المجال. ممكن يكون عندك مورد شغال معاك بقاله اكتر من 10 سنين وجودته ممتازه وبيسلم في الميعاد وسعره مناسب، يبقى ايه اللي يخلينا نغيره؟ الحقيقه في اسباب كتير تخلي الشركه تبدا رحله البحث عن مورد جديد. خلينا نشوف اشهرها: نيو بروجكت، كاباسيتي انكريس، كوست ريدكشن، كواليتي ايشوز، ديليفري بيرفورمانس، ريسك ميتيجيشن، نيو تكنولوجي. دي اهم 7 اسباب تخلي الشركه تدور على مورد جديد. تعالوا ناخدهم واحده واحده وبالتفصيل ونقول هم ايه. اول سبب معانا هو نيو بروجكت. يعني ايه نيو بروجكت؟ يعني الشركه داخله مشروع جديد او هتنتج منتج جديد، وبالتالي هي محتاجه خامات او كومبوننت عمرها ما اشتريتها قبل كده. وده معناه ان المورد الحالي اصلا ممكن يكون ما بيبيعش المنتجات دي او المكونات دي. تاني سبب معانا الكاباسيتي انكريس. يعني ايه؟ يعني الانتاج زاد او القدره الانتاجيه زادت او زودنا القدره الانتاجيه. خلينا اديك مثال. تخيل ان مصنع كان بينتج 10000 قطعه في الشهر وفجاه المبيعات زادت وبقى مطلوب انتاج 50000 قطعه في الشهر. هل المورد الحالي هيقدر يغطي الكميه دي كلها؟ ممكن وممكن لا، ولو ما قدرش يبقى لازم ادور على مورد تاني يساعد. السبب الثالث، وده من اكتر الاسباب اللي البريكيورمنت بيشتغل عليها، وهو الكوست ريدكشن او تقليل التكاليف. يعني الشركه شايفه ان تكلفه الشراء عاليه، عايزه تشوف هل في موردين تانيين موجودين يقدروا يدونا نفس الجوده دي بسعر اقل او بتكلفه اقل. لكن خد بالك، وده مهم جدا، مش معنى ان احنا عايزين نعمل كوست ريدكشن ان احنا هنشتري من ارخص مورد، ودي نقطه هنتكلم عليها بالتفصيل كمان شويه. رابع سبب معانا هو الكواليتي ايشوز او مشاكل في الجوده. لو المورد الحالي بقى عنده مشاكل جوده متكرره او نسب الرفض بقت عاليه جدا، فالشركه غالبا هتبدا ان هي تبحث عن بديل. وكمان الدليفري بيرفورمانس، يعني المورد كل شويه يتاخر، مره اسبوع، مرة أسبوعين، مرة شهر. وفي الاندستري أو في الصناعة التأخير أوقات بيكلف أكتر من فرق السعر نفسه. وأخيرا في سبب الشركات الكبيرة هي اللي بتركز عليه جدا، وهو الريسك ميتيجيشن، بمعنى تقليل المخاطر. يعني أنا عندي مورد ممتاز جدا، جودته كويسة جدا، سعره مناسب جدا، بس هو المورد الوحيد. طيب لو المورد ده حصل عنده حريق، لو المورد ده قفل وحصل له افلاس، او قامت حرب في البلد اللي المورد ده فيها، او حصل مشكله في الشحن، هيحصل ايه للمصنع؟ تفتكر ايه اللي ممكن يحصل؟ عشان كده شركات كتير بتفضل ان هيبقى عندها بدل المورد موردين و3 لنفس الماده الخام او لنفس الكومبوننت او لنفس المكون، مش لان هي مش واثقه في المورد، بس هي بتحمي نفسها وبتضمن استمراريتها في السوق. دلوقتي احنا عرفنا ليه الشركه ممكن تحتاج مورد جديد، لكن ظهر لنا سؤال جديد: لو قررنا فعلا ندور على مورد هنلاقيه فين؟ ده اللي هنتكلم عليه في الجزء اللي جاي في السبلاير سورسنج. شكرا لحضراتكم، واتمنى اشوفكم الفيديو اللي جاي.